يا صديقي، يا من تشتاق إلى زوجة ثانية تزوج، لا تحرم نفسك من متع الحياة. أنت لن تحيا في هذه الدنيا إلا مرة واحدة، فطالما أنك تعلم أن الدنيا فانية فتوكل على الله وتزوج الثانية. وإذا كنت ناويا وعازما على هذا الموضوع فلا تتردد، فالتردد مقبرة الفرص، فلا سبيل لإقناع المرأة بالزوجة الثانية حتى ولو كانت صحابية. هناك من النساء من تتمنى لزوجها أن يموت ولا يتزوج عليها. دخل رجل على زوجته وقال لها إن الأمير أمر أن يتزوج كل رجل على زوجته بزوجة ثانية، ومن لم يتزوج بزوجة ثانية فسوف تقطع رقبته. فنظرت إليه نظرة فاحصة مدققة معبرة وقالت له يا حبيبي هنيئا لك الشهادة. لماذا إذا تحدثنا عن موضوع تعدد الزوجات نتهم بأننا خرابين للبيوت، ونتهم بأننا همجيين وشهوانيين؟ أليس هذا مطلب شرعي؟ لماذا نضع رؤوسنا في التراب كالنعام؟ كفانا أيها الشيوخ من مجاملة النساء. نحن نتحدث عن غريزة موجودة في الذكور والإناث. هل ننكر ما ركب الله فينا؟ وإنما ننكر ما يفضي إلى الفاحشة والحرام. ما جاء الناس وما امتلأت الدنيا بالبشر إلا من خلال هذا الموضوع. خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. استطاع أعداء الإسلام أن يقنعونا أن الزواج الثاني خيانة للزوجة الأولى. لماذا أيها المصريون فكرة ثقافة الزوجة الواحدة سيطرت علينا جميعا؟ أنا لا أدري لماذا يرفض المجتمع موضوع تعدد الزوجات. التعدد من شرع الله أنزله الله سبحانه وتعالى في كتابه من فوق 7 سماوات. فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. هذا قرآن. رضي من رضي وسخط من سخط، ودين الله أحب إلي من أي أحد، وكلمة الحق لا تقطع رزقا ولا تقرب أجلا. فيا حبيبي، الذي أباح التعدد هو الله رب العالمين. الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق المرأة وخلق فيها الغيرة، ومع ذلك أباح للرجل أن يعدد عليها. فيا حبيبي، إذا كنت تميل إلى النساء فتزوج. زين للناس حب الشهوات من النساء، وإن الرجل الذي لا يميل إلى النساء ناقص في رجولته، مشكوك في فحولته، متهم في غريزته، ضعيف في إرادته. والنساء كالبحر، كلما شربت منه ازددت عطشا. فنحن مع تعدد الزوجات ولسنا مع تعدد العشيقات. لماذا أيتها الزوجة الأولى تنظرين إلى الزوجة الثانية على أنها إنسانة متطفلة، وتنظرين إليها على أنها إنسانة سرقت زوجا من زوجته وأبا من أطفاله وبيته، مما يدفعها إلى الانسحاب وطلب الطلاق أو الشعور بالخزي بسبب موافقتها على الزواج من إنسان متزوج؟ المرأة تحارب التعدد بطبيعتها البشرية، لكن عندما تكون هي أو ابنتها أرملة أو مطلقة سترى التعدد الحل الأمثل لإصلاح المجتمع. الصحابة رضي الله عنهم كلهم عددوا. عدد الصحابة كما قال الإمام أبو زرعة الرازي 114,000 صحابي. هل تعلم أنه لا يوجد صحابي واحد اكتفى بزوجة واحدة؟ من الصحابة من تزوج ب2، ومن الصحابة من تزوج ب3، ومن الصحابة من تزوج ب4. وأنا لا أعلم بيتا في بيوت الصحابة كان فيه امرأة واحدة. زيادة على ذلك الصحابة كان عندهم الجواري، وكذلك كان عندهم زواج المتعة. وزواج المتعة في بداية الإسلام كان جائزا، ثم بعد ذلك صار حراما. 3 أشياء كانت متاحة بالنسبة للصحابة: تعدد الزوجات والجواري وزواج المتعة.
وجاء في التوراة في كتاب بني إسرائيل أن داود عليه السلام تزوج ب1000 امرأة، وجاء في صحيح البخاري أن سليمان عليه السلام تزوج ب100 امرأة، والحسن بن علي سيد شباب أهل الجنة تزوج أكثر من 70 امرأة. وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول للناس: لا تزوجوا الحسن فإنه مزواج مطلاق. قالوا: والله لنزوجنه نريد شرفكم أهل البيت. وفي دولة الكويت الشيخ جابر الأحمد الصباح تزوج أكثر من 60 امرأة. أنا لا أدعوك إلى الزواج من 60 امرأة أو 70 امرأة، بل أنا أدعوك إلى الزواج من زوجة ثانية فقط. يعني أنت في هذا الزمان حياتك كلها تكتفي بزوجة واحدة، أنت مظلوم. زوجتك من طول العشرة أصبحت تنظر إليها وكأنها أختك. الزوجة الذكية العبقرية هي التي تسعى لإسعاد زوجها، لماذا تحرميه من الحلال؟ يقول رئيس الجهاز المركزي للإحصاء أنه يوجد في مصر 13 مليون عانس فوق سن 30 محرومات من نعمة الزواج. البيوت مملوءة بالبنات، ولذلك بعض الآباء والأمهات لا ينامون الليل من شدة الحزن على بناتهم اللاتي تجاوزن سن 30. فيا أيها المتزوج بزوجة واحدة، أدخل الفرحة والسعادة على هذه البيوت الحزينة. بالله عليكم، هل من العدل أن تتمتع بعض النساء مع الأزواج وتبقى الأغلبية محرومات من الرجال؟ أنا أريد من كل امرأة متزوجة أن تتخيل نفسها مكان المرأة المحرومة، لتعرف مدى المعاناة التي تعانيها تلك المرأة المحرومة. النساء العوانس كان الله في عونهن، الفتن تلاحقهم من كل مكان، عفوهم بالحلال، احفظوا المجتمع من الرذيلة. والله العظيم المفروض أي رجل متزوج بزوجتين نضرب له تعظيم سلام، وله منا كامل الاحترام. والمتزوج بزوجة واحدة كان الله في عونه. يعني هناك من الأزواج من يقدم الهدايا والقرابين لزوجته حتى ترضى عنه بالليل، وهناك بعض الأزواج من يدخل مع زوجته في مشاجرات وخلافات حتى يقضي حاجته في الحلال الطاهر، يريد أن يلبي نداء الجسد وهي ترفض بحجة أنها متعبة طوال اليوم من الأولاد ومن الوقوف في المطبخ. وهناك من الأزواج من الرجال من يلجأ إلى مشاهدة الأفلام الإباحية، متزوج ويشاهد الأفلام الإباحية، متزوج ويشاهد مقاطع الرقص. غزت الإباحية مخادعكم معشر المسلمين. بالله عليكم، هل هذا كلام؟ يا حبيبي، إذا كنت تميل إلى النساء وعندك القدرة وكنت صاحب شخصية قوية وتملك المال والسكن فتزوج، ولا تعرض نفسك لغضب الله عليك. والله العظيم يا إخوة، امرأة واحدة لا تكفي ولو كانت جميلة الجميلات. لكن حتى أكون منصفا في كلامي، الزواج الثاني له شروط، وأسأل الله عز وجل ألا تخونني ذاكرتي في ذكر هذه الشروط. الشرط الأول: أن تكون صاحب شخصية قوية. الشرط الثاني: أن تكون عندك قدرة مالية تعينك على إدارة بيتين. الشرط الثالث: يجب عليك أن تضع أعصابك في ثلاجة، فلو قالت لك الزوجة الأولى طلقني قل لها والله لا أستطيع، أنت النفس الذي أتنفس به. ومن العجائب والعجائب جمة أن الزوجة الأولى حينما يتزوج عليها زوجها بزوجة ثانية تطلب الطلاق، وحينما تطلق بعد ذلك تتزوج من شخص متزوج. هذا النوع من النساء يحتاج إلى طبيب نفسي ليعالجها. الشرط الرابع: لا تجعل الزوجة الأولى والثانية يسكنان في مكان واحد. أبعد النار عن البنزين، لأن الغيرة طبيعة في النساء، ونبينا صلى الله عليه وسلم لم يجمع بين زوجتين في حجرة واحدة،
الشرط الخامس، وهذا الشرط مهم جدا، يجب عليك أن تؤمن مستقبل أولادك. احذر أن تبني البيت الثاني وأن تهدم البيت الأول. الشرط السادس، يجب عليك أن تكون عادلا بين زوجاتك، فالذي لا يعدل ظالم ومعرض لعذاب الله يوم القيامة. يأتي يوم القيامة وعنده شلل نصفي. يقول الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم: من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما دون الأخرى جاء يوم القيامة وأحد شقيه مائل. ويقول الله عز وجل: فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. فيجب عليك أن تكون عادلا بين الزوجة الأولى والثانية، واسمها الزوجة الأولى وليست الزوجة القديمة، لأن كلمة الزوجة القديمة تجرح مشاعرها. وإذا غلب على ظنك أنك لن تستطيع أن تعدل بين زوجاتك فأنصحك لا تتزوج ولا تسيء للإسلام، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، فقد تفسد من حيث تريد الإصلاح. ونصيحتي لك إذا تزوجت بزوجة ثانية فتزوجها فتاة صغيرة، يعني فوق 20 فوق 30، وأنصحكم أن تتزوجوا الأرامل والمطلقات، فهم في حاجة ماسة إلى الزواج. لكن لا تتزوج بامرأة كبيرة، لأنك إن تزوجت بامرأة كبيرة كأنك يا أبو زيد ما غزيت، يعني بالبلد هات موديل جديد. ستسمع من الناس من يقول لك لا تتزوج فالنساء كلهن واحد. لا والله، هناك فرق بين النساء كما الفرق بين السماء والأرض، كما الفرق بين الليل والنهار، فيهن الثرى وفيهن الثريا. وأحيانا يعدد الرجل في الزوجات فيندم، والحقيقة أن العيب فيه أو في الزوجة التي اختارها. ونصيحتي لك إذا تزوجت بزوجة ثانية لا تستحي من أحد، ارفع رأسك، أنت ما فعلت جريمة، أنت طبقت شرع الله عز وجل. وختاما لا يسعني إلا أن أقول إن صاحب الشخصية القوية هو الذي سوف يشارك هذا المقطع. حتى الملتقى، لكم مني أطيب المنى.